كيلو، لكن إذا تفسد هذا نص كيلو فسد الجسد كله. ثم اسمع كلام رب العالمين على هذا القلب في الدنيا وفي الآخرة باش تكون على بينة من أمرك وصلحوا، راه هي المحطة لكي يتعامل معها رب العالمين. اسمع سيدي، يقول رب العزة في الدنيا: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتيكم خيرا. نويتي الخير يعطيك الله الخير، عزمتي على الخير كيعاونك الله على الخير، سكرتي على الله باش تعمل شي خير الله كيعاونك، لا شك فيها. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتيكم خيرا. هاد الدنيا يمشيو للآخرة باش تعرف ما ينفعك حتى حاجة في الآخرة، لا والدين ولا زوجة ولا أبناء ولا مال ولا تجارة ولا منزل ولا أي حاجة ما تنفعك شيء. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. شيء هذه القطيعة هي اللي غادي تسعد بها في الدنيا إذا كان قلبك فيه الخير يعطيك الله الخير، وإذا نقيتها وجعلتها صحيحة من الرياء والسمعة والخداع والظلم والغش والخيانة هي اللي غادي تنفعك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وإحنا يا إخواني رأس المال ديالنا بيننا، الربح ديالنا الدنيا والآخرة بيننا. والرسول قال لصحابته الكرام: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أفشوا السلام بينكم. وما هو السلام؟ الأمن، هو الطمأنينة والصدق والإخلاص والمحبة التعاون. أفشوا السلام بينكم. نعم يا إخوان، شو العمل فيما بينكم؟ ما تغشني ما نغشك، ما تكذب عليا ما تكذب عليك، ما تخني ما نخونك، رزقي ورزقك على الله، روحي وروحك بيد الله. لماذا تغشني؟ لماذا تتعدى علي؟ لماذا أخونك؟ لماذا أتعدى عليك؟ بالله عليك قل لي علاش؟ لا نملك لأنفسنا شيئا، احنا ملك لله، لكن أعمالنا توزن علينا، توزن علينا. حاسب نفسك ماذا تقول وماذا تفعل. هل علاش غادي يحسك رب العالمين؟ ماذا تقول وماذا تفعل، وهو عليم بسرك ونجواك. ما كيفرقك شيء إخواني، أينما كنتم. شوف أينما كنتم وكيفما كنتم، كحال بياض طويل قصير عالم جاهل مالك وزير قاضي محامي شيخ شابع رزق، كنت ما كنتي، راه اللي خلقك انت عزيز عنده يا اخواني ما كيفرقكش. ديك الريحه ديال البول راه معك، مريض متعتع الله معك، وهو معكم اينما كنتم والله بما تعملون بصير خبير عليم شهيد قدير. ثم كيخبرك اخي الكريم انه هو شاهد على جميع ما تنطق به وماذا تفعله، ويخبرك في كتابه الكريم. اسمع: يوم يبعثهم الله جميعا، كلنا غادي نوقفوا قدام واسي وينادي: لمن الملك اليوم؟ ما كاينش اللي جاوبه. لمن الملك اليوم؟ اين الملوك؟ اين الجبابره؟ اين الطغاة؟ اين التجار؟ ولا احد ينطق، فيجيب رب العالمين نفسه بنفسه: لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. كيش نمزح، الحساب قريب إخواني، سمعوه من سورة النحل، قريب كلمح البصر أو هو أقرب. ما بغيتوش تفهموا كلام رب العالمين. ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير. باقي لك شي فايتها؟ عش ما شئت فإنك ميت، واصحب من شئت فإنك مفارقه، واجمع ما شئت فإنك تاركه، واعمل ما شئت فإنك مجزي عليه، إن خيرا فخير وإن شر فشر، الجزاء من نفس الأعمال.
ولا هذا الكتاب الذي ستقرأه بنفسك لا يغادر صغيرة ولا كبيرة. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. اقرأ كتابك، اقرأ كتابك أيها المؤمن، افرح وانشط. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول رحمك الله هاؤم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. نعم إخواني الكرام، الحياة مش أكل وشرب، الحياة مش سيارة ودار، رزقك سيصيرك، نصيبك سيصيرك، ما يمكن ينقص لك منه تشي واحد شي حاجة. رد بالك، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. ما تحملش هم من الرزق يا إخواني، رزقك بيد الله، لكن اسأل من خلقك، واسأل لماذا خلقك، واسأل إلى عند من غادي ترجع. عنده 3 الأسئلة. اسأل من خلقني، تعرف اللي خلقك وليش خلقك، اسأل نفسك علاش خلقني رب العالمين. نعم. وعند من غادي يرجع، أنا جالس هنا ملك، أنا جالس وزير، أنا جالس شاب، أنا تاجر، أنا نشيط، أنا عندي 3 سيارات، عندي 4 الفيلات، أنا عندي 4 الفيلمات، أنا عندي واش غادي تبقى هنا؟ أيوة لا مكان لك هنا، مكانك محدود، لا زيادة عليه ولا نقصان. إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. شو ما قالكش فين تكتب أخي الكريم. فالله يجزيكم بخير. اسمع النظام اللي ينظموا لنا رب العالمين من سورة الأنعام، وكيخصنا نقراو هذه الآية نحفظوها كلنا ونطبقوها. قل يا محمد إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذا هو النظام يا إخوان، نظام رباني. قل إن صلاتي لله ونسكي لله ومحياي لله ومماتي لله رب العالمين لا شريك، أعبده وحده لا شريك له. نعم يا إخوان، وهذا هو الشيء اللي رحنا مذبذبين فيه، هو عبادة رب العالمين على الطريقة الصحيحة مذبذبين فيها، لأننا فرقنا كتاب الله وفرقنا سنة رسول الله وتهنا، ما بقيناش نعرف واش كنديروا، وهذا عيب فينا يا إخوان، عيب فينا يا أخي. تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، كتاب الله وسنتي. إخواني الكرام، كنطلبوا من رب العالمين جميعا وحضروا القلوب ديالكم في الدعاء باش نكونوا من الذين بشرهم رب العالمين في كتابه. فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اسمع هذا الكلام وهذا الضجيج وهذا الغوات ما يضيع اخواني. اسمع، يبقى اثره في عقولنا واثره في قلوبنا واثره في حياتنا. نفكروا في كل وقت إخواني، كل دقيقة، لأن سمعنا كلام رب العالمين، سمعنا كلام رسول الله، واش نفرطوا في هالشيء؟ لا. يا رب اجعلنا من عبادك الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم الألباب. اللهم اهدنا وسددنا ووفقنا بفضلك لما تحب وترضى. يا رب بفضلك وجودك وافضل هذه الشهور الحرم ال4 إنما تصلح النفوس ديالنا، تصلح الأزواج ديالنا، تصلح وليداتنا، تصلح شبابنا، تصلح شيوخنا، تصلح صناعنا، تصلح تجارنا، تصلح المحامون ديالنا، تصلح الجنود ديالنا، تصلح المسؤولين ديالنا. يا رب كن لنا ولهم وليا ونصيرا. يا رب احفظنا وإياهم بما تحب وترضى، اهدينا وإياهم صراطك المستقيم. اللهم إننا نطلبك يا رب أن نضع الإيمان ديالنا في يديك. يا رب كن له وليا ونصيرا في حله وترحاله، وثبته يا ربي على الحق
واجعله من المصلحين الذين يصلحون غيرهم، واجعله من المهتدين الذين يهدون غيرهم، واجعله من الذين يكرمون أنفسهم ويكرمون غيرهم. يا ربي كن له وليا ونصيرا. يا ربي اديه في سلامة وارده لنا في سلامة وعافية بفضلك وجدك. يا ربي أنت تعلم أننا في أمس الحاجة إليه. يا ربي أطل أموره وافتح عقله وزده من التقوى ومن العلم ما تحب له وترضى، هو وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إنك على كل شيء قدير. واغفر لنا ولوالدينا ولأشياخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.